استاذ محمد، اهلا بيك والبقاء لله. الكتاب كانت فكرته ايه؟ هو الاول حضرتك قلت لي اتكلم بصراحه شديده جدا من قبل ما ندخل الهوا، وانا حابب طبعا ان انا اشكر حضرتك على ان انت اتحت لي الفرصه ديت، وعلى برنامج ومعيدين البرنامج يعني كان عندهم جراءه شديده جدا ان هم يطلبوا مني ان انا اقعد مع حضرتك، وحضرتك الاكثر هجوما على الثوار وعلى التراس اهلاوي وعلى الدنيا كلها. انا بعتبر كل دقيقه انا هقعدها هنا في البرنامج هي خيانه لكل مصري. انا حضرتك انا شايف دم الناس ديت بين ايديك، سواء من ايام مسبير، من قبل الثوره، من ايام مسبيرو، ومن الالتراس اللي قلت عليهم كفار وكذا 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 وكذا، كل المشجعين الكوره. انا اتشتمت بامي لما قلت ان انا هطلع مع احمد شوبير. انا شايف ان العداله غير موجوده في البلد دي، لان حضرتك لسه بتقدم برامج وما زلت تحرض ضد الثوره وضد الثوار وضد الموجودين. انا شايف ان حق اخواتي من الشهداء اللي انا اكلت معاهم عيش وملح، وان انا شايف حزن اهاليهم، واللي بيقولوا لي انت صحفي ووصل للناس دي وقول لهم ان دول المحرضين. انا حتى مش قادر اتكلم مع حضرتك بضمير حتى المخاطب، لان ده في خيانه للناس ديت. الناس ديت اللي ماتت وهي بتكره حضرتك، الناس ديت اللي ماتت وهي دمها في ايد حضرتك. كل ده انا بقوله بعدم انفعال وباريحيه شديده جدا وبهدوء شديد جدا، وعارف ان حضرتك برضو قلبك واسع جدا وهتستقبل كل الكلام ده جدا. بس انا اسف، انا بعتذر عن كل البرامج الرياضيه، بس انا حبيت لان ام شهيد هي اللي قالت لي اطلع وقول له الكلمتين دول. انا اسف جدا، انا قلت بلغت الكلمتين اللي اهالي الناس اللي من منطقتي انا الشعبيه اللي ماتوا في بورسعيد بلغوني وقالوا لي اطلع انت مع شوبير وقول الكلام ده، وقول قد ايه ولادنا كانوا شرفه، وقد ايه ما كانوا صيع طول عمرهم، وقد ايه هم ماتوا. و ما يقال وما يحدث في مجلس الشعب وما يحدث على الفضائيات وما يحدث هنا وما يحدث هنا وما يحدث هنا لن ياتي بحقهم. انا اسف جدا. شرفتني، اشكرك. انا اسف جدا، وحضرتك لك مطلق الحريه ان ترد على ما قلته. انا بس عشان انت بتقول كل دي اخي انا، فانا ما احبش ان انت. انا اسف. نورتني، شكرا جزيلا. نروح للفاصل ونرجع تاني.